السلام عليكم البنات. قالوا ناس زمان راسكم تحطوا تلقاه. اليوم راح نتكلموا بصفة موضوعية على حكاية طليقة هشام كوك والتسريبات الأخيرة والفوضى الإعلامية والمواقعية اللي راهي موجودة في المواقع، والناس راهي بين هكا وبين هكا ومصدومين، كاين اللي في حالة صدمة وكاين وكما تعرفوا كاع واش كاين. المهم انا اليوم راح نتكلم لكم بصفه موضوعيه وراح نقول لكم واحد الحاجه بالك هي بزاف ناس ما انتبهولاش، انا راح نقول لكم عليها. شوفوا الحكايه هذه شهرين من قبل او شهرين ونص 6 شهور كان دايره حاله في المواقع، وهشام كوك اول حاجه خرج بها اعلن الطلاق تاعو، بدات الحكايه تتسرب والاشياء والكلام اللي تقال والى غير ذلك، خرجوا بزاف اطراف القضيه. المهم صارت عليها زوبعه اعلاميه، ومن بعد بدات تهبط لحق رمضان. قبل رمضان واقيلا 15 يوم في الشهر الحكايه هذه هبطت، لانه خرجوا حكايات واحد اخرين. المهم هو سباق تاع المشاهدات وتاع البوز وترند. بعد رمضان وانتهاء الوصفات والطواجن الى غير ذلك، رجعت الحكايه هذه تاع هشام كوك وطليقته للواجهه. الحكايه كيفاش بدات انه هذه ام محمد طليقه هشام كوك خرجت في لايف في التيك توك مع الناس اللي راهي دوكا ميابونيو فيها وكل شيء، تتكلم والى غير ذلك. هو دخل هشام كوك دخل للتعليقات وقاعد يسب فيها، قاعد يسب في الطليقه ديالو. من هذيك بدات الحكايه، الناس داروا دي كابتور وبارطاجيو في المواقع في الصفحات الى غير ذلك. المهم يعني بدا صراع واحد اخر. حبيت نقول لكم حاجه واحده، اول واحد اشعل النار او فتيل تاع هذه الفتنه او هذه الحكايه هو هشام كوك في الاول، ومن بعد جات عليه تعليقات سلبيه سلبيه سلبيه، وقالوا له علاش تدخل حكايتك في لي ريزو وانت انسان مشهور الى غير ذلك. ولكن هشام كوك ما استفادش كاع من هذوك التعليقات وما استفادش من هذاك الانتقاد، رجع اقحم نفسه في هذه الحكايه. المراه هذه راك تقول انا طلقتها منذ 5 اشهر 6 اشهر، علاش ترجع تحاول تفتح معاها باب الجدال؟ لانه هي دخلت في المواقع، يعني حاب ينوضها كما احنا نقولوا، حاب ينوض لا باغار معاها. المهم هي خرجت في فيديوهات مؤخرا البارح ولا البارح ما على باليش، المهم كما على بالكم الفيديوهات تاعها منتشره كاع في المواقع. خرجت وقالت باللي ظلمني وكنت تحت التهديد، وهو اللي قالوا لي اماليه اللي قالوا لي لازم تكتبي، كتبوا لها ورقه وقالوا لها لازم تبرئي الزوج تاعك وتقولي بلي هو ناس ملاح الى غير ذلك. هي الشيء اللي حكاته. من جهة أخرى كارولين السويد خرجت بدلائل، يعني كما يقولوا ملف القضية كلها راهو عند كارولين، وخرجت وحطت كل شيء بالدلائل. الناس مصدومة في طريقة هشام كوك، وكل واحد كيفاش يعلق وكل واحد كيفاش يغرد. أنا الحكاية هذه عندي حاجة برك. شوف، هو غلط الله يسهل عليه، راهو كبير ويعني كما يقولوا فاكسيني، يعني راهو ماجور فاكسيني، راهو يتحمل مسؤولية كاع الأخطاء ديالو. هي غلطت، مفهوم، هي غلطت كذلك، هي راهي كبيرة وعندها 30 سنة وتتحمل تبعات الأخطاء تاعها. كل إنسان يتحمل أخطاءه وكل شيء تتعلق من عرقوبها كما يقولوا. أنا اللي بقى فيا يعني هذاك الولد محمد اللي رجع كورة ورجع رهينة ورجع مسكين كما يقولوا، هو اللي في الوسط، هو اللي في وسط هذه الزوبعة مسكين. انا يغيرني الطفل هذاك، ما نكذبش عليكم. علاش؟ لانه هو اللي راح يتحمل كامل لي كونسيكونس تاع والديه. هو مسكين اللي راح يتربى ويكبر ويعيش تحت تنمر ناس يعرفوه وكامل يعرفوه وتعرفوا الحكاية، والناس ما تنساش، والناس تنسالك للمليحة، ولكن الحاجة القبيحة ما ينسوهاش الناس. راكو تعرفوا احنا الشعب تاعنا كي داير. المهم حبيت نقول لكم حاجة، هما في زوج، انا نظلمهم في زوج. هشام كوك ظالم وهي ظالمة. علاش؟ لانهم كانوا انانيين في الاخطاء تاعهم، ما خموش في هذاك الولد هشام كوك ما خمم في وليده، حتى لانه يبين بلي راهو لابس مليح وعايش مليح الى غير ذلك، ولكن الاشياء اللي راهو يديرها راهو يضر في هذاك الولد.
لأنه هذاك الولد ما يقدرش يبدل الهوية تاعو، ولا يبدل الأم تاعو، ولا يبدل الأب تاعو، راح يقعدوا عايشين معاه، ويعني بالتاريخ تاعهم إلى يوم الدين، مفهوم؟ ف وهي كذلك، هي ثاني غلطت وتتحمل تبعات الأخطاء تاعها، وكانت أنانية وما فكرتش في وليدها. هذه الحاجة حبيت نقولها لكم، كانوا أنانيين في زوج وما فكروش في محمد هو الضحية. هذه الحكاية كامل ما راهي هي، ما راهو هو الضحية، هو هذاك الطفل اللي مسكين راح يتربى في أسرة مفككة ومعها باجاج نتاع الفضائح. صراحة يعني الله يعينه. المهم كما يقولوا بالك الناس تنسى مع الوقت إلى غير ذلك، ولكن حاجة موجعة صراحة. هالطفل هذا راه يروح يقرأ أو عنده صحاب وكل واحد يقول له كلمة، يعني راح يتربى في بيئة نفسية تعبانة جدا. الحاجة الثالثة حبيت نقولها، باللي هشام كوك هو اللي عاود فتح هذا الملف مرة ثانية، يعني ما استفدش كاع من واش صرا، عاود فتح. وحتى هذه المرة لو كانت غلطت وقلنا يعني يا سيدي غلطت، يعني كما تقول الآية الكريمة: إذا ابتليتم فاستتروا. السترة مليحة، إشاعة الفحشاء وإشاعة هذو المنكرات هو الظلم الأكبر. أنا نشوف فيها كان هو قادر يسطر عليها، شكون يسمع؟ لو كان هشام كوك سطر على الحكاية هذه، يعني سطر عليها، يعني طلقوا بهدوء، كل واحد راح في حاله، واش كان راح يوقع؟ ما يوقع والو. الطفل راح يكبر عادي، ماشي هو اللي طلق، الشعب كامل طلق. ولكن هذه الفضائح هما المشكل الكبير، وهما الطامة الكبرى على هذا الطفل. كما قلت لكم أنا هذه هي وجهة الرأي تاعي. آخر حاجة حبيت نقولها، يعني لو كان يرجع الزمن للوراء، كان هشام كوك قبل ما يدير هذه الخطوة، يعني يطلق طلقة وكاين كل يوم، كان يستشير واحد عاقل، واحد عنده مخه في راسه. كان يقول له واش ندير، كان يقول له يا وليدي استر ما استر الله، تفارقتوا كل واحد يروح في حاله، وهذاك الولد اللي بيناتكم اللي ربي خلاه امانه بيناتكم، حافظوا عليه وحاولوا يعيش عيشه يعني عاديه بينك وبينها نورمال. فهمتوا؟ هو عاود حياته وهي دير واش تحب، هي راهي حره، مفهوم؟ ولكن انه توصل الامور لهذه الحاجه يعني صراحه حاجه مؤسفه. وهذه الحاجه عندها تبعات. لجان تاعنا كي يشوفوا الحكايه هذه صراحه هو كاين عزوف عن الزواج، راح يزيد يكون عزوف مدوبلي عن الزواج للاسف الشديد. المواقع في عوض انها يعني تنمي الشعوب وتثقفهم، رجعت تهدم القيم وتكشف الاسرار البيوت للاسف الشديد. انا صراحه هذه القصه اسفتني عليهم صراحه، يعني كانوا قادرين ما يلحقوش هذا المواصل. ولكن كما يقولوا ناس الزمان، كل واحد في نيته نيه، هو في نيته كاين نيه وهي في نيتها كاين نيه. المهم يتحملوا مسؤوليتهم قدام الناس وقدام